ايه اللي حصل لجيمس رودريجيز من اللعيبه اللي تألقت في كاس عالم 2014 وكان احسن لاعب في كاس العالم ده على حسب ما قال مارادونا، والعيون كلها بقت عليه. وزي ما انت عارف العيون بتكتر وقت كاس العالم، ومن العيون دي كانت ريال مدريد، الفريق اللي كان حلم حياه جيمس وانتقل لهم من صفوف موناكو في موسم 2014 2015 بصفقه وصلت ل 75 مليون يورو وعقد 6 سنين. وفي اول موسم ارقامه كانت كويسه مع الريال، 17 جول و18 اسيست خلوه احسن لاعب خط وسط في الدوري الاسباني. ومع الحريه اللي كان بيديها له انشيلوتي وتغييره في المراكز المختلفه كان بيأدي فيهم كلهم بنفس الجوده، جناح يمين او شمال، خط وسط او وسط مهاجم، دايما جيمس بيعمل المطلوب منه. لكن مع وصول رافا بينيتيز لتدريب الريال راح رودريجيز للدكه علشان ما كانش شايف انه بيخدم مشروعه او هيفيده، وكان زيه زين الدين زيدان. ومع قله وقت اللعب قلت لياقته البدنيه، وفي سنه 2017 وجيمس عنده 26 سنه بس جات له قبلة الحياه من البايرن لما طلبوا كارلو انشيلوتي المدرب اللي كان بيطلع احسن ما فيه. تألق رودريجيز طول فتره الاعاره وسجل في شباك مدريد في نص نهائي الابطال، وزادت رغبه البافاري انهم يشتروه لكنه رفض، وقال ان لولا وجود انشيلوتي ما كانش هيروح البايرن اصلا. وقضى اخر موسم ليه على دكه الريال ومنها على ايفرتون، النادي اللي ما كانش فيه نجوم يخبي فيهم عيوبه. وكتر الكلام عن كسله واهماله للتدريب. وبالرجوع لمدريد في 2019 هيكتور كروز الدكتور الكولومبي قال عنه انه ما ينفعش للفرق الكبيره زي مدريد، وكان بدل ما يستعد للموسم الجديد كان بيروح للحلاق يعمل حواجبه وشعر، ومن انجلترا لقطر ومن قطر لليونان ومن اليونان للبرازيل، وقبلهم نجاح يحلم بيه اي حد. لكن لما تفتكر جيمس رودريجيز مش هتفتكر غير لقطاته في كاس عالم 2014 اللي كنت بتشوفها طول الفيديو ده. وبس كده، ما تنساش اللايك والفولو يا كينج، وتتابعنا علشان كل يوم بننزل معلومه وحدوته جديده.